اهلا بيكم متابعينا من كل مكان. يلا استعدوا معانا لفيلم جديد زي ما تعودنا في جارك ومشروبك المفضل. وتعالى يلا. بيبدأ فيلمنا باحتفالات وخصومات على الأسلحة وأغاني في قرية بيرك. وده الاحتفال اللي بيعملوه من 10 سنين لذكرى انفصالهم عن التنانين. وده حصل في الجزء اللي فات لما حزوقة ساب أبو سن مع غضب النهار على الجزيرة المخفية واتجوزوا. ورجع هو للقرية وبقى القائد بعد باباه واتجوز ستريت. ودي مراجعة سريعة على الجزء اللي فات عشان تعرف تكمل معايا القصة لو كنت ناسي يعني. المهم نرجع لحزوقة دلوقتي وهو قاعد في البيت مع ابنه بيحكي له عن ذكرياتهم عن اليوم ده وانهم كانوا متعودين في الوقت ده بيجهزوا اكل للتنانين بتاعتهم. وحتى بعد ما افترقوا فضلت العادة دي عند كتير من الناس في بيرك تعبيرا عن حبهم للناس اللي مش معاهم، الا حتى لو هم بعيد فهم لسه عايشين في قلوبنا. وبياخد ابنه وبيروحوا عشان يصطادوا شوية سمك عشان يجهزوا الوجبة اللي متعود يعملها لأبو سن. وهو خارج من البيت حاجة بتخبط فيه تطيره. بتخرج الأم تسأل بنتها اللي بتتنطط من الفرحة ايه اللي انت عاملاه ده، فبترد عليها انه وانتوا مشغولين تحتفلوا وتصطادوا سمك انا بحميكم من هجوم التنانين وعملت الفخ ده. فبيقرر حزوقة وستريت يتكلموا مع ولادهم عن ان التنانين مش وحشين ومفيش خوف منهم زي ما هم فاكرين، وانهم كانوا اصحابنا من فترة. فبتقعد البنت تسألهم شوية اسئلة وبتصعب عليهم الشرح خالص، زي انها شافت صور لمعارك للتنانين وهم بيقتلوا البشر، وان الكتب دي كانت مستخبية في القبو، وازاي انتم مخبيين عننا حاجة زي دي. بيحاول باباه يفهمها ان ده كان من زمان وانهم قدروا يوصلوا لحل ويعيشوا سوا. فبتقول ليه نعيش سوا؟ هو مش التنانين دي عملاقة وعندهم سنان مفترسة ومخالب حادة؟ واحكي لي كده خسرت رجلك دي ازاي؟ طبعا كل الأسئلة دي مش هيعرف يرد عليها وبقى في نص هدومه وشكله وحش قوي. فبترد البنت انها كانت متوقعة الصمت ده وبتقول لاخوها تيجي معايا تساعدني نعمل الفخاخ حوالين البيت ولا عايز التنانين ييجوا ياكلوك. فبيرمي اخوها السنارة اللي كان هيصطادوا بيها السمك وبيقول لهم انه عايز يقتل التنانين. فبيقرر حزوقة ومراته استريت انهم لازم يعملوا حاجة للأطفال بتوع القرية عشان دول بينسوا تاريخ قريتنا، ولو سيبناهم كده هيرجعوا تاني لنفس القاع اللي كنا فيه من قتل وحرب بين التنانين والبشر. ومين يعرف هيجي حد تاني بقى يقرر انه لازم نوقف الحرب دي ونعيش في سلام ولا لأ. وبعد شوية من كلامهم وأطفالهم ليه بيعملوا الفخاخ التانية. بيسرح حزوقة شوية ولما بتحكي معاه ستريت بيقول لها أنا كل شوية بفضل أسأل نفسي هل أبو سن بيفكر فيا زي ما أنا بفكر فيه ولا لأ. وبيقرروا يروحوا لجوبر مساعد باباه واللي حل كل مشكلة غالبا بيكون عنده. وبنروح احنا من بيرك لجزيرة التنانين المخفية وأبو سن واقف على شط عمال يرسم حزوقة على الرمل، وبيجي أطفال أبو سن يلعبوا حواليه وبيشوفوا الرسمة فبيهدوها وبيعملوا لها جناحات. وبيبص ابو سن لمراته فبتشاور له ان اشرح لهم، وبيهد رسمتهم وبيبين لهم ان في تنانين وفي بشر على جزيرة واننا بنطير وهم لأ وكده. بس الاطفال مش بيفهموا قوي بس بتكون عجبتهم القصة، خصوصا ان واحد من العيال ابو سن اللي بيجي بالليل يصحي اخواته بيقول لهم انه هيروح للمكان اللي باباه رسمه عشان يشوفوا الكائنات التانية دي. وبيطير التلاتة وبيوصلوا مكانهم شوية طوب عشان في الضلمة يبان انهم نايمين. وبتبدأ رحلتهم في التدوير على الجزيرة دي. وبنرجع لحزوقة وستريت اللي بيروحوا يدوروا على جوبر تاني يوم، وبيكون موقف اطفال عند تمثال ابو حزوقة بعد ما كانوا بيرموا عليه كور تلج وبيقول لهم انتوا ازاي تعملوا كده في تمثال اعظم محارب في القرية. وبدأ يديهم درس تاريخي بقى عنه وبيهرب منه الأطفال قبل ما يفضل موقفهم بالساعات. وبيسيبه واقف يكلم التمثال وبيجيله حزوقة وستريت يعرضوا عليه فكرة إنهم يرجعوا عادة عندهم كانت من سنين إنهم بيعملوا مسرحية بيحكوا فيها عن تاريخهم للأطفال. وبتعجب الفكرة جوبر جدا وبيروح يوريهم مسرحية من آخر أعماله واللي بيكون حزوقة فاكرها كويس وفاكر قد إيه هي كانت مرعبة ليه وهو صغير. غير كده كانت بتتكلم عن قتل التنانين. وبيقترحوا عليه في مرة إنه يألف مسرحية جديدة عن فترة السلام اللي عاشوها. بيقول له حزوقة أيوة واحكي بقى لما قابلت أبو سن وقد إيه أنا كنت بطل وكنت بروض التنانين بقى. فبتهديه سريته بتقول له خلينا نجيب الصورة الكبيرة لما كل الناس عاشت في سلام مع التنانين اللي هو خف نرجسية شوية يا ابني. وبالفعل بيبدأ جوبر يألف المسرحية الجديدة وفي الوقت ده بيكون أبو سن صحي هو ومراته غضب النهار ومش بيكون عيالهم موجودين وبيروحوا يدوروا عليهم. في الوقت ده بيكون القرية بتستعد للمسرحية اللي كتبها جوبر. وبيقعد هو وحزوقة يشوفوا المسرحية واللي بيكون لحزوقة اعتراضات كتير على الشخصيات اللي مختارها جوبر تمثل، خصوصا الشخص اللي بيمثله.
وايه هو شتيف ان مفيش اي حاجة بينهم شبه خالص ولا حتى حافظ الدور بتاعه يعني. بس بيقول له جوبر انه ده شبهه جدا، وبتيجي ستريت في اللحظة دي تكلم الممثل على انه حزوقة اللي هو بجد يا جماعة مش عارفين تفرقوا يعني. وبيجي ممثل بيهمل اداء الشخصيه ابو حزوقه وبيعملها كويس جدا، بس بيعترض جوبر وبيقول له ان هو احسن شخصيه تمثل الدور ده لانه اكتر حد عارف ابو حزوقه. وبيطلع يادي وبيكون زي الزفت وبيفضل يعيط عشان مفتقده، فبيطلع له حزوقه وبيقول له اننا عاملين المسرحيه للاطفال واننا المفروض يعني نفرحهم بيها، وبيحاول يقنعه ويسيب الدور بس ابدا ما ينفعش. وخلاص بيكون حزوقة استسلم وبيقرر يسيب كل حاجة زي ما هي الجوبر، ويركز هو بقى على البدلة اللي بيعملها لأبو سن ودور أبو سن اللي هيعمله هو. في الوقت ده بيكون التنانين الصغيرة قدرت توصل لقرية بيركو، وهناك بيفضلوا من بعيد يشوفوا البشر وهم بيجهزوا للمسرحية، وهم واقفين بيتفرجوا بيلاقوا فجأة أبو سن وغضب النهار مامتهم واقفين وراهم، وفضلوا يزعقوا لهم شوية عن إنهم إزاي يمشوا كده من غير ما يقولوا لحد. هو بصراحة ده اجتهاد مني، أنا مش بعرف لغة التنانين بس واضح يعني. وبيقاطعهم صوت جاي من القرية بيعلن بدء المسرحية، وبتفضل الأسرة تتفرج من بعيد على المسرحية وهي بتبوظ، والمسرح بيتحرق، وحزوقة اللي وقع من على التل وهو في البدلة ومش عارف يخرج منها، وبيفضل يضغط على أي زراير عشان يخرج بس بيقعد يطلع نار من بقه وبيخوف الأطفال أكتر. فبيدخل أبو سن مكانه المسرحية وبيكمل تمثيله، وبتروح بنت قزوقة عشان تشوف باباها وهو خارج من البدلة، بس بتكتشف إنه تنين حقيقي وبتحبه جدا وبتكون شايفة إنه كيوت وكده يعني. وبيمشي ابو سن وبترجع البنت لباباها وبتفضل تحكي لهم عن التنين وقد ايه هو كان جميل، وبيكونوا طبعا مفكرين انها بتحكي عن المسرحيه مش تنين حقيقي، لحد لما بيروحوا البيت هما وجوبر اللي قبل ما يدخلوا بتقرر تفك الفخاخ اللي عاملاها الاول عشان محدش يتاذي منها، وبتاخد الخوذه بتاعت اخوها وبترميها قدام الباب، فبتقع عليها مطرقه ضخمه، وقبل ما يكملوا بتوقفهم تاني عشان الفخ لسه مخلصش، فبيتضرب على الخوذه سهمين، فبتقول لهم كده خلاص. بيفرح بيها جوبر جدا وبيدخلوا جوه بيلاقي حجر من الجزيره بتاعت التنانين، وبيتفاجئ الاطفال منه شكله جميل جدا، وبيلاقوا ان الاكل اللي كانوا بيعملوه لابو سن اللي هو بيحب ياكله مش موجود، وبيسمعوا صوت من بره، فبيطلعوا بره بيلاقوا ابو سن وعيلته طايرين في السماء، وبتقعد العيله تتفرج عليهم وهم طايرين، وبتقترح سرية النوم عليهم الدور يردوا الزياده، وبيخلص الفيلم على العيلتين وهم في جزيره التنانين وطايرين في السماء بعد ما خلاص الاطفال اتاكدوا انه مفيش خطر من التنانين. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. لو عجبك عرفنا رايك في الكومنتات، ولو عايز افلام تانية اكتب لنا اسمها واحنا هنلخصها لك، بس ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم قريب قوي. باي باي.